وجدتها بتقولي إن في طلب كان خالك بيعمله لها، لكنها دلوقتي مش عارفه تعمله، خالك مش موجود حالياً. فسألتها إيه الطلب؟ ردت: هل تيجي وتدهن لي مرهمة؟ على ظهري أنا حاسه بوجع شديد، والمكان اللي بيوجعني ما أقدرش أوصل له، بيدي دخلت أواجه نومها، وبعد شوية نادت عليا، ولما دخلت لقيتها مستلقيه على بطنها، مسكته بالمرهم وبدت تدلك المنطقة المؤلمة على ظهرها. كانت بتضحك وتقول: يا ولد أنا زوجو خالك، ما تتكسفش مني. قلت لها: أنت زوجو خالي وأنا ساتر عليا، فلا تقلق خالص بصراحه. ما قدرتش أسيطر على مشاعري اللي حصل بينا، كان ضعف مننا قدام بعض، الموضوع خرج عن إرادتنا، لكن قررت إنه ما ينفعش يتكرر ده حفاظاً على خليسبتها. ومشيت ورايا وأنا عاتب نفسي ولومها كمان، إزاي عملت كده وهي زوجو خالي؟ الأمان هل سابها خالي عندي؟ لازم أحافظ عليها. كنت متلخبط جدا ومش عارف إزاي حصل ده ولا ليه ضعفت قدامها. أرجو منكم نصيحة، اعمل إيه، كيف اتصرف في المشكلة دي، لأني عارف أنني خطاط. أنا نبيل، أبلغ من العمر 27 عاماً، انهيت دراستي الجامعية وأعمل الآن. كان خالي شخصاً عزيزاً جداً علي، رجل ميسور الحال مستقراً مادياً، لكن زوجته كانت كبيرة فيلسن ومتعبه تقضي معظم وقتها طريحة. الفراش بلا حراك. بعد فترة توفي خالي وكان بلا أولاد، وقد كان يعاملني كابن له، يمنحني كل ما احتاجه وكان سندي في كل شيء. حين علمتني خالي سيتزوج مجدداً، توقعت أن يتزوج امرأة كبيرة في السن مثل زوجته السابق هيلكن. عندما رأيت الفتاة التي سيتزوجها فوجئت بأنها شابه صغيره السن جداً. كنت أردد في نفسي: كيف لخالي الذي بلغ الخمخ منال عمر أن يتزوج فتاة في مثل هذه السن؟ قلت لنفسي: ربما هي تتزوجه من أجل ماله، فهو رجل غني ومستقراً مادياً. رغم ترددي، وافقت في نفوسي على الزواج. وقت أتساءل كيف سيكون تعامله معها، هل فتكون الأمور جيدة أم ستكون متعبه عليه؟ تزوج خالي وكنت أزوره كثيراً، وكلما صادفته صدفة أراه ماشي يمنحني إلى الأمام، فكنت أمزح معه قائلاً: يا خالي أنت تبدو كالعريس الشاب، لماذا تمشي منحنية؟ هكذا فيرد ضاحكاً: هذا بسبب العمر لمعدي شاباً. فأقول له: هل معقول أن للعمر هذا الأثر؟ فيجيبني: نعم، خصوصاً مع الزوجة الجديده خالي. كان دائماً يقول لي: عندما تتزوج سأعلمك كيف تتصرف تماماً. فأقول له: طيب علمني من الآن، لا أعرف كيف أتعامل مع زوجتي في المستقبل. فيضحك ويقول: أنت صغير على هذه الأمور، عندما يحين وقتك سأرشدك. أضحك وأتلقى نصائحه، وفي كل مرة أزورها راه يرتدي ملابس جميلة ويعتني بزوجته بكل اهتمام، يعاملها بكرم وحب ويحرص على رضاها. بعد فترة سافر خالي في رحله عمل طويله غاب لعده أسابيع، مما جعل زوجته تشعر بالوحدة والحاجة إلى من يساندها. طلب مني خالي أن أكون عوناً لها أثناء غيابه، فكنت بزورها وأساعدها في أي شيء تحتاجه، ووافقت دون تردد. في البداية كنت بزورها فقط لأطمئن عليها وأوصل لها طلباتها، لكن شيئا فشيئا بدأت الأمور تأخذ منحى مختلفا. في إحدى الزيارات نادتني بحاجه مسه لمساعدتها في أمر شخصي، وطلبت مني أن أدهن لها مرهم على ظهرها لأن الألم كان شديداً وهي لا تستطيع الوصول إلى مكان الألم. وجدت نفسي جالساً بجانبها في غرفه النوم، أدهن المرهم برفق على ظهرها وأشعر بغرابه الموقف الذي أنا فيه. لم أكن أتخيل أنني سأصل إلى هذا الحد مع امرأة كانت زوجه خالي الرجل الذي أحبه واحترمها. ضحكت وقالت لي بنبره: طفولي يا نبيل، أنت طيب وقلبك كبير، ما تخافش، إحنا زي بعض وإنتي دايماً كنت ساندة ليا. أحسست بوجع في قلبي وكأني أغرق في بحر من المشاعر المختلطة بين الندم والضعف والحرج. حاولت أن أتمسك وقول في داخلي: هذا خطاً لا يجب أن يتكرر، حافظ على أمانه. خالي بعد ذلك اليوم أصبحت زياراتي لها متكررة أكثر من أي وقت مضى، ليصفقط لتلبي طلباتها، بل لأنني بدات أشعرانني المسؤول الوحيد الذي يستطيع أن يخفف من الأمة النفسيه والجسديه. كانت تجلس معي لساعات طويلة تبوح لي بإسرارها، تحكي عن الوحدة التي تعي عيشها وعن حلمها بحياة زوجيه سعيده رغم الفارق الكبير بينهما. في أحد الأيام بينما كنت أساعدها في ترتيب بعض أغراضها،
قالت لي بنبره حزين هنبيل: أنت الوحيد اللي بيفهمني، خلي كتير مشغول وأنا تعبت من الوحدة، نفسي حد يكون جنبي يسمعني ويفهمني. شعرت بثقل كلماتها على صدري ولم أدري ماذا قول، لكنني تذكرت نصيحه خالي بأن أكون دائما سندا وعولا لهالكن في حدود الاحترام والحدود التي تحميا لجميع مرة الأيام. وكلما غاب خالي في سفراء وعمل وجدت نفسي ازداد قربا منها. كنت أحاول إخفاء ما بداخلي من مشاعر لم أكن أتوقعها في ذات مساء، بينما كنت أدهن ظهرها مرهاخرة قالت لي بصوت خافضان: مش بس محتاجه مرهم على ظهري، أنا محتاجه حد يحس بيا، يحس بالمي، يحس بوحدتي. شعرت في تلك اللحظة أنني أقف على حافة خطر، وأنا هذا الشعور المتبادل قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة. قررت أن أضع حداً لهذا الموقف وقلت لها بصراحة: أنا هنا لأساعدك وأدعمك، لكن لا يمكن أن نتجاوز حدود الاحترام الخالق وللثقة التي وضعها فينا. لم تكن تلك الكلمات سهلة، لكنها كانت ضرورية. نظرت لي بعينيها الممتلئتين بالدموع وقالتانا: فهم يا نبيل، بس الوحد مرة والقلوب أحيانا بتضل الطريق. في تلك اللحظة اتفقنا على أن نكون واضحين مع أنفسنا وأن نحافظ على الأمان والاحترام. مهما كانت الظروف، مع مرور الوقت أصبحت زياراتي ليهم أقل تكراراً، وبدأت أحاول أني أبتعد قليلاً لأرتب مشاعري. أخبرت خالي بكل ما حدث بيني وبين زوجته، وكان تفهمه كبيراً وأشاد بأمانتي وصدقي. كانت تلك المحنة تجربها قاسي، لكنها علمتني درساً عميقاً عن قوة النفس واحترام العهود وأهميه وضع الحدود. بعد أن اتفقنا على احترام الحدود بدأت أزرهم أقل وأقل. كنت أرى خالي وزوجته في مناسبات نادرة، وكان خالي يبدو سعيدا رغم فارق العمر والتحديات التي قد تواجههما، أما هي فكانت تبدو أكثر هدوءاً ورضاً. وكانها وجدت السلام الذي كانت تبحث عنه. ذات يوم جاءني خالي وقال بابتسامه: رضنبيل، أنا فخور بيك، ما كنتش مش أتوقع إنك تكون قد المسؤولية كده. الزوجو دي محتاجها رجولة ووفاء، وإنت أثبتت إن الرجولة مش بس كلام، دي أفعال وأمانه. شعرت بفخر غريب يملأ لبي وقلت له: أنا بس بحاول أعمل الصح، مشاكل مرت الشهور وتغيرت حياتي كثيراً، تعلمت كيف أسيطر على مشاعري وأفكاري، وأدركت أن الوفاء للناس اللي بنحبهم هو الأساس في كل علاقة ناجحة. أما قصتي مع زوجه خالف صارت ذكرى مؤلمة، لكنها محفوره في قلبي كدرس لا ينسى. في النهاية علمتني هذه التجربة أن الإنسان مهما كان ضعيفاً في لحظات يمكنه أن ينتصر على نفسه إذا أرادوان الحفاظ على الأمان والشرف. هو ما يصنع الرجل الحقيقي. أريد أن أقول لكل من يقرأ حكايتي: لا تخافوا من مواجهة أخطائكم، ولا تخافوا من طلب النصيحة والحياة. مدرس كبيره من خلالها نصبح صح وأفضل.